الاشتباكات والاصوات. الله اكبر. ابشر يا سعادتك، ابشر ابشر يا سعد، ابشر ابشر يا سعد، ابشر. قال طردت حياة العمليات المتمردة يا خاين، ده محل التمرد الجدجد يا خاين. الله اكبر. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نفهموا الصراع اللي كاين دابا في السودان، ولا الحرب اللي قايمه دابا في السودان ما بين الجيش وما بين قوة الدعم السريع، والعلاقة ديال دولة مصر بهذه الحرب، وشكون هو الحاكم الفعلي للبلاد في هذه الساعة. ولكن قبل ما نبداو ما تنساش دير واحد الاشتراك في القناة من اجل دعم المحتوى الهادف، وباش يوصلك كل جديد في هذه القناة، وتكون انت السباقين ولا الاولين اللي غادي يشوف الفيديوهات ديالنا. نبداو على بركة الله في الفيديو ديالنا. المهم، الحرب اللي كاينه دابا في السودان هي ماشي شي حرب اللي جديدة العهد، هي حرب قديمة اللي بدات هذه اكثر من عقد من الزمن. الاطراف ديالها كاين الجيش النظامي اللي تابع للدولة واللي معترفة به الدولة بقيادة الجنرال عبد الفتاح البرهان، اللي هو قائد المجلس السيادي للبلاد والحاكم الفعلي للبلاد. هاد الجنرال تولى الحكم هذه تقريبا من 2019 بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير من قبل ثوار. هاد الثورة دامت تقريبا واحد العام وشهرين، بدات 2018 وسالت 2019 وانتهت هو الإطاحة بالرئيس عمر البشير. الطرف الثاني ديال الحرب اللي هو قوة الدعم السريع بالقيادة ديال الجنرال محمد حمدان داغلو اللي معروف بحميدتي. هاد القوة تأسست من طرف الرئيس عمر البشير لمحاربة ديال المتمردين في دارفور، وهاد القوة كتضم مقاتلين من قبيلتي ديال محاميد والمهرية. تعرفت هاد الميليشيات باسم الجنجاويد، والمعنى ديالها في الثقافة ديال الثقافة السودانية اللي هو الرجل ولا المقاتل الذي يركب الخيل ويحمل سلاح رشاش. مهمتها في ذاك الوقت اللي تأسست فيه من طرف الرئيس عمر البشير اللي هي السيطرة على الإقليم ديال دارفور والقضاء على المتمردين اللي كانوا من أصول إفريقية. أول قائد ديالها ولا اللي ساهم في التأسيس ديالها اللي هو موسى هلال. من بعد سنوات جاء حميدتي اللي هو الجنرال اللي كاين دابا. نفهموا بعدا كيفاش جات هاد الحرب وكيفاش بدات. يوم 19 ديسمبر 2018 غادي تنوض ثورة سودانية ضد نظام عمر البشير اللي هو الرئيس الأسبق ديال السودان ولا الرئيس المخلوع. وكان الشعار ديال هذه الثورة وبحد ذاته موجه للرئيس عمر البشير، اللي مكتوب هو انه كيقولوا تسقط بس. من بعد اكثر من سنة يوم 11 ابريل 2019 غادي يخرج الجيش السوداني ببلاغ وغادي يعلن الاعتقال ديال الرئيس عمر البشير وتشكيل المجلس العسكري الانتقالي. كان الرئيس كان القائد ديال هذا المجلس هو عبد الفتاح برهان. كما قلنا ان هذا المجلس الانتقالي كان الرئيس ديالو عبد الفتاح برهان، وداروا النائب ديال الرئيس اللي هو الجنرال حميدتي القائد ديال القوات الدعم السريع. كانت المهمة ديال المجلس السيادي هو الإدارة ديال السودان بشكل مؤقت اللي غادي يحكموا في مدة عامين. المهم من بعد الخلافات والأحداث اللي داروا ما بين الطرفين المجلس العسكري والثوار، يعني ما بين العسكر والمدنيين، ناضوا خلافات غادي يديروا واحد الاتفاق وكان الاسم ديالو هو الاتفاق الإطاري. دار عام 2022، ومن أهم البنود في هذا الاتفاق كان البند الاول هو الانتقال ديال السلطه للمدنيين خلال سنتين. يعني غادي يشبر ملي بداو في 2019 غادي يبدا العسكر يحكم البلاد لمده ديال عامين. من بعد ملي غادي تولي الحاله ستابل في البلاد، يعني راه البلاد مقدمه من بعد الاعلان ديال الحاله ديال الطوارئ، غادي ينتقل الحكم من العسكر غادي ينتقل للمدنيين اللي غادي تشكل في حكومه وغادي يختاروا رئيس جديد. البون الثاني كان هو الدمج ديال القوات ديال الدعم قوة الدعم السريع داخل الجيش السوداني. يعني في بلاصة ما غادي يكونوا جوج ديال الجيوش اللي هو الجيش النظامي والجيش اللي تابع الحميدتي اللي هو قوة الدعم السريع اللي هي هذه الفرقة الخاصة اللي كان أسسها عمر البشير.
غادي يولي عندنا جيش واحد في هذه البلاد. بالرغم من ان الجنرال حميتي والجنرال البرهان كانوا على وفاق بعد عزل الرئيس المخلوع البشير، ولكن بدات كتظهر بيناتهم خلافات بسبب داك البوند اللي كاين في الاتفاق الاطاري، اللي هو الدمج ديال قوة الدعم داخل الجيش. عبد الفتاح البرهان بغى هذا الدمج يكون في المدة ديال سنتين، ولكن على العكس ان حميتي كان قالو بلي هذا الدمج يكون خلال 10 سنوات. بعض المصادر كتقول بلي حميتي كان رافض تماما فكرة ديال دمج قوة الدعم السريع داخل الجيش، خوفا على السلطة وقيادته بمفرده للقوات الدعم السريع، اللي هاد السلطة هادي ولا هاد كما كنقولوا هاد القوات ديال الدعم السريع خلاتو في هاد المكانة، ولا كيجلس مع رؤساء ديال الدول الكبار، ولات عنده مكانة خاصة بين الدول. وكاين مصادر تانية كتهم البرهان باللي باغي يبقى في الحكم بوحدو، يعني يولي هو الرئيس الفعلي واللي هو الرئيس المنصب، ويزيح يحيد حميتي من الواجهة. من هذه الحرب كاملة الرابح هو الجهات الخارجية اللي عندها غرض انها تشعل حرب ما بين ما بين هاد الطرفين، والخاسر الوحيد في هاد الحرب اللي هو الشعب السوداني. كنطلبوا من الله كل نهار اللهم هون على اخواننا في السودان ويعيد الاستقرار للدولة ديال السودان. مهم، الا استفدتي من هذا الفيديو ما تنساش تشترك في الفيديو وتسجل الاعجاب ديالك به باش يوصل للناس بزاف ونساهموا في نشر الفائدة. وشكرا جزيلا.